مصيف راس البر، الخميس 7/9. الجو هنا جميل جدا. طبعا قعدنا ندور على شقة لحد ما ربنا كرمنا، والبيش مهندس علاء الدين سكننا في الفيلا بتاعته. هي اسمها عشة. وبصراحة حبيت ان انا اصور لكم العشة او الشقة. ليه؟ لانها بصراحة عجبتني وكانت جميلة جدا. اول ما بنخش من مدخل الشقة، ادي المدخل اهو. اهو مدخل الشقة. تلاقي قدامك التلاجة حلوة يعني كويسة. هي في الصالة في ترابيزة سفرة صغيرة تشيل 4 أفراد. وبنخش بعد كده على أول غرفة. أول غرفة مكونة من سريرين. أدي سرير كويس يعني أهو. وده السرير التاني. وفيه السرير التاني وفيه دولاب دولاب كويس برضو. يعني انت غالبا ما بنحطش الحاجه في الدولاب، بنخليها في الشنط ونستعملها في الشنط، لان الدولاب ما تضمنش الظروف بس هو بيتنظف ويتعقم مجرد ما بيخرج المصيف. طيب يبقى دي الاوضه الاولانيه وده مروحه. يبقى الغرفه الاولانيه فيها سريرين ودلاب ومروحة. نخش على الغرفة التانية برضو سريرين اهو. ادي السير وادي سريرين ونفس الكلام. دولاب اهو. دولاب ومروحة. يبقى كل اوضة فيها مروحة وسريرين ودلاب. نخش على المطبخ. ادي المطبخ جميل خالص اهو. قطعتين. عندك غسالة اللي هي بيقولوا عليها نص اوتوماتيك باين او حاجة زي كده اهي. وبوتاجاز 4 شعل. عندك سباكة جميلة. غرفة بصراحة جميلة جدا جدا، شجعتني انني اصور. طيب الحمام حمام كويس متوسط عادي يعني. وفي كمان سخان هو لو حابب يعني تشغل السخان. في ناس بتحب تشغل السخان في برضه بس على خفيف. دي بالنسبة يبقى غرفتين. كل غرفة فيها سريرين ودلاب. طيب احنا طبعا الشنط الموجودة لحد الآن هي اللي لسه يا دوبك نازلين. قلت لازم نصورها قبل ما نشتغل او قبل ما نرص الحاجة. ادي سفرة صغيرة. نيجي بعد كده البلكونة فيها انتريه حلو يشيل 4 أفراد. فيها التلفزيون اهو. فيها ترابيزة صغيرة اللي هي ترابيزة لو حابب تاكل عليها من غير ما ترابيزة السفرة. وده البلكونة. طيب تبعد قد عن البحر؟ حوالي 5 دقائق اهي. هنشوف البحر من هنا اهي. ادي البحر هناك اهو. البحر قدامك اهو. هناك اهو البحر. يعني حوالي 5 دقائق نكون عند البحر. طبعا في نهاية الفيديو اشكر الباشمهندس علاء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفيديو ده من اجمل بلد في جمهورية مصر العربية، وهي راس البر، اللي هي يعتبر بيسموها عروس النيل. وبالنسبة البلد جميلة جدا. يعني أنا بصراحة لما أنا جيت كنت فكري إن البلد فاضية. راس البر يعني أكننا في شهر
7. لدرجة إنني جيت أحجز بصراحة ما لقيتش حجز لولا البرنس علاء. البرنس علاء مش البرنس علاء بتاع رد قلبي، لا، ده البرنس علاء اللي هو البيش مهندس علاء الدين للاستثمار العقاري. بصراحة الراجل من أفضل الشخصيات اللي قابلتها في راس البر، وتشرفنا بحضرتك باشمهندس علاء. شرف لنا. الباشمهندس علاء يعني ما بيخليش على جهد سيادته جهد بالنسبة للمصيفين. وبالنسبة للشقق طبعا أنا مصور لكم الشقة اللي أنا خدتها شقة غرفتين، وطبعا السعر يعني يعتبر مش هنقول أرخص حاجة، لا بالعكس هي في المستوى اللي ماشي في شهر 9، لأن أنا كنت فكري إن البلد ما فيهاش يعني إيه يعتبر المصيفين مش كتير. أما لما أنا جيت فوجئت إن عدد المصيفين أكتر من إيه من شهر 9. طبعا الباشمهندس علاء أرقام التليفونات إن شاء الله بإذن الله هنزلها على الشاشة، والباشمهندس ممكن يقول كلمة للمصيفين اللي جايين إن شاء الله. والله يا أستاذ الفاضل، احنا بنتعامل مع الناس بإنسانية فوق الوصف. يعني احنا مش موضوع تجارة، الموضوع ان هي مجرد ان احنا بنسلي وقتنا. انا راجل طلعت على المعاش وبحاول ان انا استثمر او بضيع وقت او اسلي وقت على اساس ان انا ما اقعدش. يعني القعده طبعا انتوا عارفين ان القعده مش كويسه للناس الكبار زي حالاتنا يعني. فاحنا بنتعامل مع الناس مش كتجاره، بالوضع الطبيعي. لا بنطلع لا بنرفع اسعار ولا بننزل اسعار، هي في المستوى الطبيعي بالنسبه للناس. وكمان في نفس الوقت الشقق عندنا بنحاول بقدر الامكان يعني نخليها الى حد ما كويسه للاستعمال الادمي. يعني مش فيها حاجه ناقصه، الحمد لله يعني نظيفه وكويسه، والناس كلها بتبقى ماشيه مبسوطه وبترجع لنا برضه في السنه اللي بعديها وبتتكلم عننا بكل خير. وده شرف لينا طبعا من كل الناس اللي بتيجي عندنا يعني. ونرجو ان احنا نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله، ونتمنى بقضاء وقت ممتع لكل المصطفين والرجوع مره اخرى للمكان. واحنا بنحب كل الناس، ونرجو ان الناس كلها تكون مبسوطه معانا ونرجع مره واثنين وثلاثه لينا ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. طب معلش ارقام التليفونات بعد اذنك، ارقام التليفون سيادتك. 010 142 50 430. الرقم الثاني 011 0111. كمل يا استاذي. المفروض يا بطل تسيب الشيء، معلش انا قطعت 0111 00 36 104. ماشي يا باشا، شكرا يا باشمهندس على بصراحه حسن الاستقبال. وطبعا انا بدعو جميع المشاهدين اللي هيشوفوا الفيديو وانا مصور لكم الشقه على الطبيعه. التليفونات هتبقى موجوده على الشاشه، واي واحد بيتصل الباشمهندس علاء بصراحه ما بيتاخرش على اي حد، عشان برضو ان ايه جميع الناس تستمتع بمنظر البحر وبمنظر النيل واللسان. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانت طيب يا باشمهندس. والسنه الجايه ان شاء الله هنبقى معاك باذن الله. يا رب ان شاء الله تشرفونا في كل وقت. الله يكرمك ونسعد بكم باذن الله. الله يكرمك. ماشي يا باشا، شكرا. العفو يا باشا.